بصوا النقط دي كلها ده كان مكان لكنه ولا دخلت وفي دراعه من فوق. كنت بعمل له جلسه كل 8 ساعات وبعد كده الدكتور قال لي خليها كل 6 ساعات، بعد كده بقيت اعمل له حوالي 5 في اليوم. كل ده ما جابش اي نتيجه، فاضطريت بقى في الاخر ان لا، قلت يعني لازم بقى ايه خلاص احجزه في المستشفى. احتمال ان هو ده فعلا يبقى اخر فيديو. طبعا يا جدعان انا واحد من الناس اللي بضيع وقت كتير جدا في الصيد لاني بحب الصيد جدا، فانا فكرت ان انا ليه بضيع وقت كتير مع ان ممكن استغله واكسب من وراه فلوس. مع منصه بوكيت بروكر تقدر تكسب من خلالها فلوس كتيره جدا بمنتهى البساطه بدل ما تضيع وقتك من غير ما تكسب من وراه اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده كل اللي انا محتاجه عشان استخدم منصه بوكيت بروكر هو مجرد موبايل وشبكه انترنت. التسجيل عليه سهل جدا من خلال خطوتين زي ما انتم شايفين كده. بدخل الايميل بتاعي والباسورد والبرومو كود. البرومو كود اللي انا حاطته لكم مخصوص هيديك 100% على اول ايداع. بعد ما هتسجل هتشوف قدامك اكتر من 130 اصل وسهم وممكن تتداول عليهم بمنتهى السهوله. ارباحهم بتوصل لحد 92%. طب انا دلوقتي يا عم احمد اتداولت وكسبت فلوس، هسحب فلوسي ازاي من على المنصه؟ هقول لك بمنتهى السهوله. بخش في اكتر من طريقه للسحب، يعني طرق كتيره جدا ممكن تسحب بيها فلوس، واحلى ما في الموضوع ان هم ما بياخدوش منك عموله. طبعا لو قابلتك اي مشكله او اي حاجه عايز تتكلم فيها مع الدعم موجود 24 ساعه طول ايام الاسبوع، وبيردوا على المشاكل اللي عندك وبيخلصوها لك في اقل من ثانيه. طبعا انا عارف ان في ناس ما بتعرفش تتداول ولا تفهم يعني ايه تداول اصلا، فانت ممكن بمنتهى البساطه بتخش على حاجه اسمها التداول الاجتماعي. دول ناس بيبقوا سبقوك وعملوا صفقات قبل كده والصفقات دي ناجحه وفاهمين في التداول كويس جدا. ممكن انك تعمل نفس الصفقات دي بمنتهى البساطه وقدامك اختيارات كتيره جدا زي ما انت شايف كده. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا هبدا صفقه بمنتهى البساطه وبستنى عليها ثواني معدوده ويس كده الصفقه كسبت اهي. يلا مستنيين ايه؟ استخدموا المنصه من اللينك اللي هسيبه لكم تحت في الديسكربشن، وما تنسوش تستخدموا البرومو كود بتاعي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم، ده فيديو جديد. ازيكم يا جدعان؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بقالنا كتير قوي ما بننزلش فيديوهات، وده بسبب ان انا للاسف عز وزين كانوا تعبوا جامد جدا الفتره اللي فاتت. عز كان جاله زي دور برد شديد جدا كده وكان بيقعد يكح على طول وما كناش عارفين نعمل معاه ايه بسبب ان هو بيبوس زين ابني من بقه. المرض اتنقل له وزين دلوقتي حاليا للاسف في المستشفى هو وام عز. ام عز طبعا قاعده معاه هناك عشان تخلي بالها منه، وانا قاعد انا وعز. تعالى زوزو عز. طبعا انا قاعد تعبان بيه زي ما انتم شايفين كده، بس عادي الحمد لله يعني متاقلمين. بس الخبر المفرح بقى في الموضوع ان ام عز وزين خلاص خلصوا في المستشفى بقالهم 4 ايام وجايين دلوقتي، فانا جهزت لهم شويه حاجات كده عشان ايه استقبلهم بيها. طبعا بقالهم كتير قوي وحشني جدا جدا، ما شفتش زين بقالي كذا يوم وما شفتش ام عز بقالي كذا يوم. فتعالوا اوريكم انا مجهز لهم ايه. طبعا يا جدعان ام عز كانت نفسيتها زي الزفت بصراحه، تعبانه طبعا معاها في المستشفى بقالها كذا يوم بتعاني. قعده المستشفيات بتبقى قاعده مش حلوه يعني خالص يعني، ومحبوسين في اوضه وكل شويه دكاتره داخلين وخارجين وممرضين، وهو للاسف كمان محجوز في قسم يعني اللي هو قسم صعب اللي هو قسم العنايه المركزه. القسم دوت صعب جدا، كل شويه بيحتاج رعايه ودكاتره طالعين وداخلين وبيبهدلوا الدنيا. بصوا يا جماعه دي التورتايه اهي مكتوب عليها نورتوا البيت. حاسس ان انت عايز تقول جرب كده حلوه؟ جرب دي كده حلوه؟ وجايب بتاع اللي هي الفرقعه ديت اللي هي بتعمل شراشير عشان برضه اول ما يخشوا من اقوم مديهم واحده وشويه بلالين مش عارف انفخها دلوقتي وهملى بيها المكان شويه. وكمان مصطفى بقى جاي دلوقتي عشان يوضب معايا الدنيا عشان ايه نعرف نستقبله استقبال كويس. اول ما هيجي طبعا هصور لكم وهنقعد ننفخ بلالين ونستناهم لحد ما يجوا. مين؟ اساس الغرة؟ ايوه ديشا نظبط الدنيا عشان ايه نستقبل زين وناخدها. بس لما زين يجي بس ام عز تيجي ننفخ بقى البلالين دي. يلا لا شويه كده بتاع 10 كده ولا حاجه عشان متوزعين في المكان بس يعملوا منظر كده حلو. ننفخ البلالين وبعدين ايه نرجع نتابع. انفخ يلا انفخ وريني. بص هات كده اوريك. بص ازاي. بص انفخ يلا انفخ انت بقى. انفخ جامد. مش عايز تنفخ؟ ها؟ لا دي انفخ على كده. عايز اوريكم بس حاجه في عز الدين. انا غلطت غلطه بصراحه مش مسامح نفسي عليها. بصوا لو لاحظتوا تحت عينيه هتلاقوا فيه علامه زرقاء. استنى بس بص هتلاقوا فيه علامه زرقاء كده يا جدعان. ورم تحت عينه. ده حصل ازاي بقى؟ سايق العربيه وما كنتش عارف اتعامل معاه وكده وهو كان راكب جنبي بس ما كانش مكلبش في اي حاجه. المهم ببص دوست فرامل ببص لقيته راح متدقلج واقع بوشه على زرار التكييف. وريني الاوف. فين الاوف؟ اهي الاوف يا جدعان تحت عينيه. الاوف معلش عايز حته كيكه؟ طب خد كيكه. الله انزل بقى نزله يلا مصطفى. بس خلاص بقى لما ماما تيجي. بص عامل نفسه مأمون.
نفخنا بلالين اهو، هم طلعوا شويه صغيرين للاسف، بس احنا عملنا اللي علينا وخلاص. مش مهم الكميه، المهم ان يبقى المنظر حلو ويبقى باين ان احنا عاملين اي حاجه عشان ايه نستقبلهم استقبال مبهر. طبعا يا جماعه انتوا ممكن تسالوني هو انا ليه ما رحتش هنا جبتها من المستشفى. انا قلت لحمايه هو اللي يروح يجيبها من المستشفى عشان انا ايه اعرف اعمل لها المفاجاه هنا واعرف استقبلها انا وايه وعزوز، عشان لو رحنا خدناها من المستشفى مش هنعرف ان احنا نظبط لها الاحتفاليه اللي احنا عملناها دي. هي زمانها دلوقتي جايه هي وحمايه ان شاء الله هيوصلها تحت وهتيجي ايه هي هتطلع لوحدها هي وزين عشان نعمل المفاجاه الجميله. بص 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 بص. طبعا يا جدعان انا هعرف ان هي جت من الكاميرات دي اللي على اليمين تحت دي اللي قدام باب الشقه، واللي فوق دي ده المدخل بتاع العماره، واللي تحت على الشمال دي ده قدام البوابه بتاعت العماره، واللي فوق دي في الصاله. احنا هنا واقفين اهو. انا بعاني مع الاطفال في السن ده متعبين جدا، بيقعدوا يعيطوا 24 ساعه زي ما انتم شايفين كده. الاربع ايام دول كانوا بالنسبه لي حاجه بشعه يعني زي ما انتم شايفين. بصوا على اي حاجه يقعدوا يعيطوا، كل حاجه يقعدوا يعيطوا. تعالوا اقعدوا هنا. لسه معلم له لعبه جديده. لا مش كده اللعبه بتاعتنا. هات ايدك، حط انت ايدك، حط لي بقى انت بقى انت لا انت هات ايدك بقى، هات ايدك بقى، حط ايدك تحت بقى عشان انا العبك انا بقى. افرد ايدك ماشي. يلا انت بقى طب ماشي ايه ده ماسكه اخيرا على الرصوص عشان هو جاي. بصوا على الحمراء في الرصوص مع السلامة. حرام يا حمد خضتني. انت عامل ايه؟ يا نون انت كويس دلوقتي؟ عزوز وحشتني. تعال انت عامله ايه؟ ايه رايك؟ الشغل العالي ايه ده رايك؟ ظبطت لك الدنيا اهو. انا ملاحظه ان في بعض بلالين. ما هو شويه بلالين بقى عشان خاطر الحلويات. شويه بلالين ده بالونتين يعني. ما هو الكيس كده صغير للاسف. كيس ده صغير. ينفع اللي انت عملته ده؟ زنزونا يا جماعه الحمد لله بقى كله تمام اهو الحمد لله. وانت يا احمد انت بتتصرف يعني يا ابني؟ انا بعرف الناس بس ان هو كان تعبان. يا ابني ماشي ما تطلعوش تاني بقى. ما طلعوش تاني ليه؟ كده يا بنتي ما هو خلاص الحمد لله ربنا شفاها خلاص. ماشي خلاص ربنا يشفيه. مش هطلعه تاني بقى ولا عشان اطلعه تاني ويتعب تاني؟ لا مش عايزه وشه يبان. انا مش عايزه اروح احمد خلاص. يا بنتي تعالي بس هنتكلم. لا يا احمد والله هنتكلم طيب. لا خلاص كده. بصوا يا جدعان انا اقنعتها ان هي تطلع تقعد بس هتحكي لكم ايه اللي حصل. بعد كده مش عايزه اتصور بعد كده في القناه ما تصورش في القناه. بس هي الفكره دلوقتي ان الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل. بس انا بعاني بقالي 4 ايام اهو، هي بتعاني 4 ايام في المستشفى. فاحكي لنا معز بعد اذنك، احكي للناس بس الناس عايزه تعرف ايه اللي حصل بس منك، وبعد كده بقى اعملي انت عاوزاه. بصوا يا جماعه هو من 4 ايام كده اول ما صحيت من النوم كنت انا نزلت ستوري على الانستجرام. زين كان صاحي صوته غريب جدا، بيعمل صوت كده كأن الصوت صفار. عجبك البلالين اللي انت عاملها عشان تخضنا؟ انا اول ما سمعت الصوت ده سالت طبعا مامتي وكده، قالت لي ايه ان احنا لازم نروح نكشف. فلما رحت كشفت الدكتور اول ما شافه قال لي لازم ان هو يتحجز في المستشفى لان ده عنده التهاب في الشعب الهوائيه وصعوبه في التنفس، ما كانش بيعرف ياخد نفس. طبعا انا ما كنتش عايزه احجزه لان يعني هو صغير قوي، يعني هو شهرين، يعني يا دوب لسه تم الشهرين والمستشفى بقى هيتبهدل وكده. فما كنتش حابه ان انا ايه احجزه في المستشفى، خصوصا ان سمعت ناس ان هو لما بيتحجز لوحده، يعني انا مش ببقى موجوده معاه، هما بياخدوه يستلموه مني وانا ممكن اروح ازوره مرتين في اليوم ولا حاجه. فالمهم قولي للناس ان انا خدت لك اوضه عشان تعرفي تقعدي. يا رب هيذلني بقى بالاوضه اللي هو خدها لي. هقول دلوقتي واحده مش هنسى. المهم فرحت كشفت عند الدكتور تاني فقال لي برده نفس الكلام وقال لي ايه لا لازم يدخل المستشفى، لان انا جربت الاول علاج في البيت، جربت ان انا احاول يعني امشي الدنيا من البيت وكده بس ما كانش في اي تحسن. فجبت الجهاز بتاع الاستنشاق في البيت ده بيتحط طبعا على وشه كده وبيبدا ان انا اعمل له جلسه بخار بحط فيها ادويه معينه وبعد كده ايه بشغل الجلسه. جربت كتير بقى في البيت، كنت بعمل له جلسه كل 8 ساعات وبعد كده الدكتور قال لي خليها كل 6 ساعات، بعد كده بقيت اعمل له حوالي 5 في اليوم. كل ده ما جابش اي نتيجه، فاضطريت بقى في الاخر ان لا قلت يعني لازم بقى ايه خلاص احجزه في المستشفى، يعني بتوكل على الله. يعني رحت هناك كانوا طبعا عايزين ياخدوه عشان هو كان اتحجز في العنايه المركزه، والعنايه المركزه ما فيهاش حد، بيبقى فيه بس الممرضين والدكاتره، ما بيبقاش في حد موجود جوه. فطبعا انا ما كنتش قابله فكره ان انا هسيبه وامشي، خصوصا ان زين اصلا الحمد لله بيرضع طبيعي، فانا كده مش هعرف اصلا ارضعه ولا هعرف اخلي بالي منه ولا اي حاجه. فاخدنا غرفه عشان هو يبقى موجود معايا اسمها عنايه مركزه داخليه، كنت انا بقى قاعده معاه. مين اللي خدنا بقى؟ احمد خد لنا وهو اللي دفع حسابها خلاص كده.
فقعدت 4 ايام، يعني حالته كانت صعبه وكان طول الوقت ايده اتبهدلت خالص، كان معلق محاليل وكانوا مركبين له كانولا، فعشان اصلا يركبوا كانولا لطفل عنده شهرين بهدلوا ايديه ورجليه، لان هو اصلا ما عندوش وريد. يعني هما العيب مش عليهم، بس الفكره ان هو ما عندوش وريد. بصوا دي من هنا ده مكان البلاستر اللي كان ملزوق، دي من هنا بصوا النقط دي كلها ده كان مكان ما الكانولا دخلت، وفي دراعه من فوق اتبهدل خالص. يعني كل ده كان ايده مزرقه طبعا، كان صعبان عليا وانا عماله شايفاه. وطبعا الجلسات لما هو بياخدها بيفضل طول الوقت بيعيط، وانت يعني انا مش قادره ان انا اعمل له حاجه، هو لازم ياخدها كده كده. فاللي هو شفت كام يوم صعبين بصراحه. وكل بقى الناس اللي حوالينا، حتى الناس اللي عندي على الانستجرام، كلهم عمالين يقولوا لي انتوا السبب، انتوا اللي بتصوروهم، انتوا اللي بتطلعوهم طول الوقت، وان احنا عشان صورنا زين اول ما اتولد. قالوا لي بقى ان يعني في ناس مثلا مش بتقول ما شاء الله، في ناس مثلا ممكن تحسد غصب عنها، يعني احنا السبب. فالكل بقى عمال يضغط عليا من فكره ان انا اللي طلعتهم معايا في الفيديوهات. بعد اللي انا شفته ده بصراحه مش حابه ان انا اطلعه تاني خالص عشان ما يتعبش تاني، وعشان انا ما اتبهدلش. اصبري بقى مفيش حاجه اسمها مش هيطلع معاها في الفيديوهات تاني. امال اسمها ايه؟ يعني هو ذات نفسه مامته قالت له الكلام ده وقالت له ما تطلعهمش معاك تاني. يا جدعان انا مؤمن بنظريه ان لو حتى حسد بيصيب البني ادم، المفروض ان البني ادم علاقته مع ربنا كويسه، بيطلع صدقات كتير، رابط حياته مع ربنا، المفروض ان ربنا بيحفظه وبيحفظ عياله. ده اللي انا شايفه. واللي انا شايفاه ان احنا بقالنا شهرين عايز كل شويه يتعب، كل شويه يحصل له مشكله. طب هنعمل ايه طيب؟ ما هو التعب ده طبيعي يا جدعان. انا عايز ده الناس طبيعي، تقول لي هو رايها في يجي ورا الكومنتات. بعض هو ذات نفسه اصلا تعب. انا عايز الناس تقول لي رايها في الكومنتات. هل فعلا صح ان انا اخبي حياتي كلها وما اعملش فيديوهات واوقف القناه كده عشان خايف من الحسد، ولا المفروض ان انا راعي ربنا واطلع صدقات واظبط حياتي، ولما مثلا اطلع عيل من عيالي ولا اطلع اي حاجه حلوه في حياتي اوريها لكم، انتوا تقولوا بسم الله ما شاء الله في الكومنتات. خلاص انا مش عايز اطلع عيالي. ممكن اطلع عايز المتشرد عادي معاهم عشان هما يكونوا متشردين زي بعض، لكن زنزونه بقى ما يكبر باذن الله نبقى نطلعها معانا في قولوا الفيديوهات. في الكومنتات. هي مش عايز تطلع هي كمان. التورته دي منظر بقى ولا بتتاكل؟ نسينا التورته اصلا. ورينا كده يا عم. كفايه اتصدمت بالبلالين، مش بيكلف خاطره يجيب كيسين بلالين، جايب كيس واحد. كيس غالي. كيس غالي؟ ايوه. ده الوان، يعني يا ريتها مثلا من نوع نضيف اللي هي لون واحد. والله العظيم غالي. يا عم كتر خيرك، كفايه ان انت افتكرتنا، كفايه ان هو افتكرني. يا سلام عليك يا احمد، يا سلام. تعالى يلا حاجه حلوه. تقولي مش هطلعهم تاني في التصوير. هو انت يعني بترشيني بالتورته يعني؟ لا حول الله، انا غلطان. طبعا ايه، ناخد في ايدينا؟ ناخد في ايدينا خلاص. انت يا ابني مش المسؤول عن البيت في غيابي يا ابني. روح انت هات الاطباق يا حبيبي. في حته تحت خشب كلها زحلقه. مش مستاهله، هي مش مستاهله. انا مش عارفه الرجاله دول بيصعبوا كل حاجه. تعالى طلعت بردغ المطبخ عشان جاب طبقين. بعد ما تاخد قطعه التورته هتطلع العيال في التصوير عادي، انا متاكد. انا عايزك بس تقولي رايك في طعمها عامل ازاي. حاجه حلوه. انت يا ابني انت قاطع لنا حته تورته قد كده؟ التورته دي بتبقى مأجرها يا ماما عشان ناكلها على كذا يوم، واحنا ناكلها في واحد. ناكلها على كذا يوم يا ابني. بصوا يا جماعه قاطع لي حته تورته قد ايه؟ انا مش فاهمه ايه البخل ده. انت ما كنتش كده ولا انت بتذلني بقى؟ دفع حته مبلغ في المستشفى كده عشان يحترم نفسه. انت اصلا بعد الفلوس اللي انت دفعتها في المستشفى دي المفروض انت، انا عايزه افهمك ان انت بعد الفلوس اللي دفعتها دي المفروض انت اللي تقول انا مش هطلعهم تاني. يا بنتي هو بالفلوس؟ امال بايه؟ العيال بتتعب عادي، ده طبيعي. احنا بس نظبط علاقتنا مع ربنا ونصلي ونطلع صدقات والدنيا هتظبط. صح اكيد صح. يلا. طب انا عايزه حته تورته اكبر من دي، ماليش دعوه. ده طبعا. اوعى. طيب يا جماعه انا طبعا حابه اشكر احمد وحابه اشكر مجهوداته العظيمه اللي وراها نوايا خبيثه، بس برضو يعني هو نحترم اجتهاده. والله ما عارفه اقول ايه. انا خلاص لا والله العظيم قرار يا جماعه ومش هرجع فيه. احتمال ان هو ده فعلا يبقى اخر فيديو، الله اعلم. مش عارف رايها هيبقى ايه بصراحه. لو اصرت على رايها وان هي مش هتطلع العيال فانا مش هقدر ان انا اجي عليها. انا عماله بهزر دلوقتي لكن همسكه جوه في الاوضه. طبعا مش عايزه ابان شريره قدام الكاميرا. لا انا مش شريره يا جماعه، انا طيبه وعسوله وزي ما انتوا عارفيني بالظبط. انا مش فارق معايا بصراحه ان انا اشتغل اكتر من عيالي بصراحه. عيالي رقم واحد في حياتي. لو قررنا فعلا وخدنا القرار وخلاص ان هو ما حدش من العيال هيطلع، فاعتقد ان احنا ممكن اشتغل بقى على القناه دي اي حاجه ثانيه بقى، زي ما كنت بعمل ايام زمان سكتشات مش عارف ايه الكلام دوت. بس العائلي خلاص بقى مثلا اصطاد مثلا. فحاولوا بالله عليكم تقنعوا اهلنا وتقنعوا امنيه في الكومنتات ان هو عادي ان احنا نطلع نعمل محتوى وكده. عايزه اقول لكم هتوحشوني 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 5 هتوحشوني.
المره دي مش هنقول لكم نشوفكم الفيديو الجاي، هنشوفكم بقى عادي صدفه. على الانستجرام مثلا، على التيك توك. على فكره هعمل فيديو لكل الماميز هفهمهم طريقه استخدام الجهاز ده كويس، اللي هو الاستنشاق دي والجلسات الاستنشاق في البيت، لان انا ما كنتش عارفه اي حاجه خالص واتبهدلت بقى، فاخدت خبره. حابه اوصل لكم خبرتي عشان ايه كل الامهات ما تمرش باللي انا مريت بيه. وان شاء الله احمد يشوفكم هو الفيديو الجاي. سلام. ماما شوكولاته. طبعا ما تنسوش تعملوا